شوف الفيديو ده مش زي اي فيديو تقليدي موجود على اليوتيوب، لان اغلب الفيديوهات بتقدم كلام فاضي. نصايح عامه، خليك منضبط، ذاكر كل يوم 8 ساعات، ما تذاكرش بالليل، ذاكر الصبح. كأن اللي بيقول لك كده عمرهم ما كانوا شاطرين ولا طلعوا من الاوائل. لكن الفيديو ده مختلف تماما. ليه؟ لانه معمول من شخص كان في القمه ونزل للقاع ورجع للقمه مره ثانيه، وعشان كده عملت لك خطه سريه، خطه تقدر تعدي بيها كل زمايلك وتبقى انت الاول. وقسمت لك الخطه دي لثلاث اجزاء، لو ركزت فيهم محدش هيوقف قدامك. لكن قبليها كبر الفيديو، ولو معاك اي حاجه سيبها، لان الخطه دي محتاجه كل تركيزك. واول حاجه خليك هاكر. ما تستغربش، مش الهاكر اللي في دماغك انك تدخل كده وتسرق حياة الناس، لا، بس انا عايزك تهكر، تخترق النظام الدراسي المعمول ليك. الا ازاي اعمل كده يا استاذ محمد؟ شوف يا صاحبي، النظام الدراسي ده عبارة عن مذاكرة وامتحانات، وعشان تخترق النظام ده لازم تفكر العكس وتجيب الثغرات اللي فيه. طيب ده ازاي؟ ده عن طريق خطوتين، اكتب معايا. الخطوة الاولى، حل امتحانات قبل ما يمتحنوك. ولنفترض ان الامتحان النهائي ده المعركة اللي هتحدد مصير الحرب اللي شغالة طول السنة، وعشان كده قبل ما تخوض المعركة النهائية لازم تحلل المعارك السابقة للعدو بتاعك، تشوف دماغ خصمك في الحروب كان عامل ازاي، الشخص اللي بيحط الامتحان ده بيركز على ايه بالظبط. فكل اللي عليك هتجيب الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت، اخر 3 سنين، اخر 5 سنين، ركز فيهم كويس وهتلاقي حاجة غريبة، ان الاسئلة بتتكرر، نفس الافكار هي لكن الطريقه مختلفه. كل مره في جزئيه معينه في كل درس النظام بيحب يعيد عليها، وبنسبه 80% بتيجي تاني في الامتحانات. وده بالظبط اللي اقصده، تفكر زي الهاكر. الثغرات دي موجوده في دماغ المدرس اللي بيحط الامتحان، فانت لازم تركز على الاسئله المتكرره والاسئله اللي الطلاب بيغلطوا فيها، تكتشف المناطق اللي بيحبوا يلعبوا عليها المدرسين. ولما تحل كل ده هتحس بثقه عاليه، وهترسم نموذج الامتحان في دماغك، وبكده هتتفوق على كل منافسينك. تاني شيء، ركز على الVIP. يعني ايه؟ في حاجات مهمة في الدرس بتلاقي المدرس دايما بيكررها. الأستاذ اللي معاك ده زي مستشار المعارك، شخص عنده خبرة كبيرة في المعارك وسنين كتير خاض نفس المعركة مع طلاب مختلفة. لازم تسمع وتركز في كل الكلام اللي بيكرره وبيأكد عليه، لأنها دي بتعتبر معلومة مهمة جدا. ظللها واعتبرها أهم معلومات الدرس. ومش بس كده، لازم تراجعها كويس وتفضل دايما حافظها، وده اللي هيخليك متفوق. على فكرة بقى، أنا عملت كل ده في ثالثة ثانوي، أنا الوحيد في المدرسة اللي جبت 60 من 60 في التاريخ، وكمان تحديت المدرس بتاعي. أستاذي قال مستحيل حد فيكم يقفل في المادة دي، صعب جدا ونادر حد يقفل، وكلامه بالفعل صحيح. لكن أنا هكرت السيستم. أنا دفعة 2016، دفعة شاومي، الدفعة اللي تصرف فيها امتحانات الثانوية العامة. كنت رايح امتحان التاريخ ولقيته ملغي، رجعت البيت محبط جدا. أنا كنت مهيئ نفسي إن أنا آخد أجازة لأن كان آخر امتحان في الثانوية العامة، لكن قررت أغير الموضوع. جبت ملخص مليان امتحانات السنين السابقة، وامتحانات شهرية، وامتحانات الأزهر، كل الامتحانات اللي توضعت في مادة التاريخ. وأنا طبعا مذاكر المادة عشان كنت داخل امتحن، وابتديت أحل كل الامتحانات دي. في أول يومين كانت الامتحانات صعبة وبتحتاج مجهود كبير علشان أخلص كل امتحان، لكن بعد كده لقيت الأسئلة بتتكرر وبقيت أعمل عليها صح. الامتحان كان بياخد 5 دقايق، بعد ما خلصت عشرات الامتحانات طلعت 4 أسئلة، 4 فقط مش عارف إجابتها. فرحت الحصة الأخيرة للأستاذ ومعايا الورقة اللي فيها ال4 أسئلة، قلت له يا أستاذ حل لي ال4 دول. الأستاذ اتصدم، أسئلة صعبة جدا، وقعد يفكر ويدور في الملخص، وبالفعل جاوبهم لي وكتبت الإجابات وراه، وفضلت أحفظ في ال4 أسئلة دول بس. تاني يوم رحت الامتحان، لقيت سؤالين من ال4 في الامتحان، وباقي الامتحان كله أنا حافظه صم، وبالفعل جبت 60 من 60 والوحيد في المدرسة. فالمعلومات اللي بقولها لك في القناة هنا دي معلومات جاية من خبرة حقيقية، تجربة أنا مريت بيها. وعشان كده ندخل في رقم 2، لازم تتعلم تقنيات التركيز. ايه تقنيات التركيز دي بقى؟ تخيل ان انت قاعد بتذاكر درس بشكل عشوائي زي عادتك كده، بعد ما بتاخد وقت كبير علشان تحفظ، هوب بتنسى كل اللي حفظته. اغلب الوقت بتكون مشتت، دماغك بتجيب لك افكار كتير، بتذاكر 5 ساعات لكن فعليا انت ذاكرت نص ساعه، يعني قاعد زي قلتك على الكتاب، مش بتستفيد حاجه. ده الطمه الكبرى، في موبايل قاعد جنبك وبتمسك كل شويه بتقلب في الفيديوهات، وبتدخل في دوامه تخرج تدخل على دوامه تاني، ودوخيني يا لمونه دوخيني. طب اعمل ايه عشان اعالج كل ده؟ شوف يا صاحبي، عشان تزود تركيزك لازم تزود في دماغك هرمون الادرينالين. اوبا، ايه الهرمون ده؟ شوف يا صاحبي، انت وبتذاكر لازم تقسم المذاكره على جلسات. مش هقولك تستخدم تقنيه البرومودورو 25 دقيقه وراحه، لا، ذاكر الجلسه اللي تكون فيها مركز. هتبعد الاول كل المشتتات، موبايل، تلفزيون،
ناس بتحكي جنبك، ابعد اي حاجه بتشتتك، المكتب تكون مترتب تمام. بدات تذاكر، ادي لدماغك بوم صدمه قبل او بعد جلسه المذاكره. طيب ازاي تدي لدماغك الصدمه؟ ازاي تخلي الوصلات العصبيه اللي في دماغك انشط؟ لو متاح معاك تجري 5 دقائق اجري، ده بيسرع نبضات القلب. تقيل عليك جري 5 دقائق مش كده؟ طب ايه رايك تدخل تاخد دش ساقع؟ الدش الساقع بيفوق مخك، بيدي صدمه للجهاز العصبي، وبينشط الدوره الدمويه، وبيخلي تركيزك واصل للسماء، لان انت بتحس بكل جزء في جسمك، يعني تركيز ليفل الوحش. كمان ممكن تستخدم الكافيين، قهوه، نسكافيه، شاي. ماده الكافيين الموجوده في المشروبات دي بتظبط الدماغ وبتخليك مركز اكتر. كوبايه صغيره قبل المذاكره، ولما تبدا تذاكر ودماغك تبتدي تفكر في افكار خارجيه، جيب ورقه وقلم واي فكره اكتبها في الورق، بس ما تفكرش فيها. يعني مثلا انا بذاكر وجا في دماغي اصحابي بكره هعمل معاهم ايه، اكتب ان مثلا اصحابي هلعب معاهم بكره واقلب الكراسه، وده انت بتقول لمخك يا دماغي احنا الفكره خلاص حفظناها وهنرجع لها، ما تفكرش فيها، موجوده، بدل ما تقعد تسحب نفسك وتفكر في حاجات اكتر واكتر واكتر، والفكره تسحبك خالص بره المذاكره. ودي من اهم وافضل تقنيات التركيز. اما بقى التقنيات الاقوى والاهم ليك هي تقنيات الحفظ، التقنيات اللي بتزود الحفظ عندك وبتخلي المعلومات تثبت مده اطول في دماغك. ولما اقول لك على تقنيات الحفظ دي هتفهم ليه في طلبه بيحفظوا بسهوله وبسرعه وانت كل شويه تنسى، ليه كل مره درجاتك ثابته مش بتتغير، ليه كل مره اصحابك بيسبقوك، وليه في طلبه دايما متفوقين، مش علشان هم اذكياء، هم ماشيين على نظام سيستم بيستغلوا كل فرصه للحفظ، وللاسف مش بيشاركوا النظام ده مع حد، لانهم عرفوا السر، اقصر طريق للحفظ، السر اللي بيوصلهم للهدف بتاعهم بطريقه سهله. طيب شوقتني يا استاذ محمد، ايه هي تقنيات الحفظ؟ قبل ما اقول لك عايزك تعرف ان في الوقت اللي دماغك عاوزه تزوق فيه من حاجه صعبه، ده الوقت اللي لازم تضغط فيه على نفسك وتكمل، لان اللحظه دي هي اللي هتفرق معاك. دماغك تقول لك مش قادر، انا تعبان، انت هنا لازم تتحداها وتعدي الحدود والقيود اللي فرضها عليك، لان دماغك مش عايزه تتعب. ممكن كمان دماغك خايفه تعرف تقنيات الحفظ ومش عايزه تكمل الفيديو علشان خايفه من التعب اللي جاي بعدين لو عرفنا التقنيات دي، خايفه تخاطر وتجرب حاجه جديده. وعشان كده ارجوك ركز جدا معايا. تقنيات الحفظ كتير جدا، لكن انا هقول لك على اهم واقوى تقنيات الحفظ، وهي التقطيع، شانكينج. ده فن انك تكسر الحاجات الضخمه لحاجات اصغر. زي مثلا لو قلت لك تقدر تاكل فيل، هتقول لي صعب اكل فيل، لكن لو قلت لك ان كل شويه هتاخد لك حته صغيره، في النهايه هتقدر تاكل الفيل. وده بالظبط مفهوم التقطيع. لو قلت لك احفظ الرقم ده، صعب مش كده؟ لكن لو قسمنا الرقم دلوقتي بقى سهل، وهتقدر تفتكره اسرع واسهل. بس ده مش معناه ان احنا نقسم الكلمه بتاعت الانجليزي المتكونه من 5 حروف، لا، انت مفروض تقسم الموضوع بشكل منطقي علشان يستوعب دماغك. يعني مثلا هنذاكر الحرب العالميه الاولى، فانا هقسم الحفظ بتاعي اول حاجه اسباب الحرب، ليه الحرب دي قامت اصلا. بعد ما افهمها كويس واحفظها هدخل بقى على احداث الحرب، عرفنا الحرب ليش اشتعلت، طيب لما اشتعلت حصل ايه، المانيا كان معاها كم جندي، وهكذا. عرفت الاحداث، ندخل في النتائج، كلها متقسم ولكن بشكل منطقي. طبعا التقطيع مرتبط بتقنيات تانية للحفظ، تقنيات انا جربتها وعلشان كبيره قررت اساعد بيها كل الطلبه، وعملت كورس بشرح فيه تقنيات كتيره. اول حاجه في الكورس ده بكسر المقاومه بتاعتك عن المذاكره، وبنحول فكره المذاكره الممله لشيء ممتع ومرغوب. تاني حاجه بشرح لك دماغك وازاي بتحفظ وازاي بتنسى، وبعمل لك اختبارات ليك انت مخصوص عشان تفهم دماغك وتعرف انت بتحفظ بانهي طريقه، مش مجرد معلومات وخلاص. بعد كده بديك تقنيات الفهم، تقنيات الحفظ، وتقنيات التركيز. ومش بس كده، ده انا بديك خطه متكامله للمذاكره، خطه ليك انت مناسبه ليك واهدافك ووقتك وطاقتك، باسئله تساعدك ان انت تبني الخطه بتاعتك. ومش بس كده، ده انا بديك مجتمع قوي جدا يدعمك، وبعرفك ازاي تجيب المجتمع ده. كل ده بكورس واحد، كل خطوه فيه تدريب عملي عشان ما يكونش زي اي كورس اخدته والسلام. هتلاقي وسيله الاشتراك من تحت بخصم 50% لاول 100 طالب فقط بمناسبه الانطلاق. نرجع للفيديو بتاعنا، وثالث واخر نقطه، اعاده ضبط المصنع. لازم تجدد دماغك. في قاعده بتقول ان قوه المذاكره بتساوي عدد الساعات في قوه التركيز. يعني هديك مثال، في 2 طلاب قاعدين بيذاكروا، ابراهيم ومحمود، هما الاثنين خلصوا وحده كامله في المنهج، مين افضل فيهم؟ لسه مش عارفين. عملنا لهم امتحان وهما الاثنين جابوا نفس الدرجه، مين افضل فيهم؟ لسه مش عارفين. لكن لو قلت لك ان الاول ذاكر 10 ساعات بقوه تركيز 2، فكده قوه المذاكره بتاعته 20. اما الثاني ذاكر 2 ساعات بس لكن قوه التركيز كانت 10. ابراهيم جاب نفس الدرجه ولكن بوقت ومجهود اكبر بكتير، وده بسبب جوده المذاكره.
المذاكره مش بعدد الساعات يا صاحبي، المذاكره بقوه تركيزك انت وبتذاكر. يا فرحتي بيك وانت بتذاكر 8 ساعات وتركيزك صفر. وعشان كده لازم تحافظ على تركيزك اثناء المذاكره، وده عن طريق العمل العميق، ان انت تنغمس. مش جات عليك فتره كده انت وبتذاكر اندمجت، بقيت حابب المذاكره ومركز بكل حواسك، ودي مرحله اسمها التدفق او الانغماس في العمل. بتفصل عن كل حاجه وتركز بكل حواسك الكتاب اللي قدامك. خليك عارف ان 20% من المجهود بيجيب 80% من النتائج. يعني انت ممكن تجيب درجه عاليه جدا بابسط مجهود، ولكن تقتل المشتتات. ممنوع اي شيء يشتتك داخل الغرفه، ممنوع تذاكر عند التلفزيون، ممنوع تذاكر جنب قاعده تنام، ممنوع تذاكر مع الموبايل. ولو لازم تذاكر على الموبايل احذف كل التطبيقات او خلي فيه رمز ليها انت مش عارف، او استخدم تطبيقات تمنعك من الوصول في الفتره بتاعه المذاكره. بعد ما تذاكر بقى بتركيز عالي وتبعد كل المشتتات، يجي هنا بقى دور ضبط المصنع اللي قلت لك عليه. اكبر غلط الطلبه بتوقع فيه بعد ما تخلص مذاكر يمسك الموبايل ويقعد يقلب في التيك توك. ده بيدمر المذاكره بتاعتك، بيزود ضغط على دماغك، بيعبيها معلومات انت مش محتاجها. وعشان كده لازم تهدي دماغك وتعمل له اعاده ضبط مصنع زي ما بنعمل للموبايل. الموبايل لما يهنج بنعمل له اعاده ضبط مصنع او بنقفله، بنريح. خلي دماغك بعد المذاكره يستريح، يرتب المعلومات اللي فيه، وبكده هتقدر تستفاد اقصى استفاده من المعلومات. ما تفضلش تحكي وترغي مع الناس، ما تدخلش معلومات جديده لدماغك. اهدى، سيب دماغك تاخد فرصه انها تعالج البيانات، ترتبها في دماغك. ممكن تخرج تتمشى، تعمل لك كوبايه قهوه. خد معايا دلوقتي نفس عميق وطلع بشويش، نفس تاني وطلع النفس بشويش. كده انت بتريح دماغك عن طريق التنفس، تدي فرصه لدماغك تعيد المعلومات اللي انا قلتها لك في الفيديو. اخر شيء عايزك تخلي السنه الجديده دي تحدي بالنسبه لك، سنه التغيير للاحسن. دي هتكون افضل سنه في حياتك. طبق النصايح اللي قلت لك عليها، وانا واثق 100% ان انت هتجيني وتشكرني بعد السنه دي. ولو استفدت من المعلومات شاركها مع غيرك. الدال على الخير كفاعله. سلام عليكم.